السلام عليكم البنات، معكم ايمان كاطو. هاد النهار رجعت لكم بحلويات العيد. فقاس ملكي كيجي روعه روعه البنات، لا في المنظر ولا في المذاق. طولت عليكم الغيبه، وهاد النهار رجعت لكم بالفقاس. الفقاس البنات اللي ما كيصدق لهاش الفقاس، كانت اول تجربه ليا وجات تجربه ناجحه. يا سلام! هاد الفقاس غادي نحتاجو. عندي هنايا 4 البيضات يكونوا حجم متوسط. كانوا عندكم البيض كبير ديروا 3 البيضات. كندير الكاس اللي كتعبروا به حتى العنبه، ولا انا كان عندي هذا باش تعبروا الكاس نتاع سنيده غادي تعبروا شي الاخر. كندير معاه شويه الملحه، كاس نتاع سنيده كنخلطهم هكا. كنزيد معلقه نتاع سكينجبير ومعلقه نتاع القرفه غبره. كيجي واحد المزيج يا سلام. هنايا درت الفاني سائله. الا ما كانش عندكم ديروا الفاني ساشيات. هنايا درت نص كاس نتاع الزيت و4 كاس نتاع الزبده مذوبه وتكون دافيه ما تكونش سخونه. كنخلط هادشي مزيان. كنزيد 2 معالق كبار نتاع ما زهر وكنحرك. كنزيد نص كاس نتاع الحليب عادي خضر وكنحرك مزيان. من بعد كنزيد الدقيق تدريجيا مع 11 غرام تاع الخميره د الحلويات. هنايا الدقيق على حسب الخليط، ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون جاريه. كتجمعوا حتى العجينه كتبقى تلصق شويه ولكن ما كتكونش جاريه. صافي كنبقى نجمع بيدي هكا الخليط. وكنبقى نزيد الطحين شويه بشويه. هنايا البنات الطحين كل واحد وعلى حسب الطحين ديالو. هنايا دخلت لي كيلو بقات فيه منه واحد الزلافه. هنا كنقسم الخليط كما كتشوفوا هكا يلصق ولكن ما كيسيحليش فوق طاوله سطح العمل. كنقسموه على 2، كنسرحوه هكا شكل مربع. هكا كنطلقها بالدلاك مزيان. من بعد كنحيد هذوك الجوانب غير باش يعطيني شكل مربع وما يجيونيش هذوك الحواف ما مقادينش في البوده نتاع الفقاس. هنا كنجيب بيضه كامله كندير لها معاها نسكافيه ولا قهوه سريعه الذوبان. كنخلطها مزيان وكندهن به هذاك العجين ديالي. هنايا القهوه كانت عاد ما دابتليش مزيان ولكن كنت مزروبه. صافي كنقبض هذاك الكركاع ولا النوى ولا عين الجمل. الناس اللي ما كيعرفوش الكركاع كنستف هكا البنات. اللي كيبقى داكشي على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. تقدروا ديروهم هكا متقاربين بحالي، تقدروا ديروهم متباعدين. من بعد هذاك الجهات اللي كيبقاو خاويين كنزيد لهم اللوز والكركاع كيكونوا خضر يعني ما طايبين ما محمرين ما والو. صافي كنعمر بهم هذيك العجينه ديالي تكون عامره مزيان. ومن بعد كنلوي داك العجين على راسو هكا باش يعطيني على شكل البودان. وانا كنلوي وانا كنزير باش داك اللوز ما يلصق لي في العجين. كما كتشوفوا كنحربل وكنتكي على داك العجين باش داك اللوز ما يخرجليش من العجين ويجي داكشي مقاد. كنبقى نلوي وكنتكيل على العجين. من بعد كنديروه في صينيه كندهنو بداك الخليط اللي بقى لي نتاع البيض مع النسكافيه. البنات هاد العجينه خرجت ليها 2 بودانات ونص. نص درتو بوحدو والخليط نتاع بيضه راه زاني وشاطلي. من بعد كندهنو مزيان. كنقبض فرشيطه كنشرطو هكاك بالفرشيطه الا بغيتو وكنتقبو مزيان بالابره. وكندهن نرش عليه شويه نتاع البافو الا بغيتو الجنجلان بغيتو تخليوه غير هكاك ماشي مشكل يعني ما كيعطيش شي تغيير على الفقاس. ومن بعد البنات كندخلوا على الفران بارد. كنشعل الفران على نار مهيله. كما كتشوفوا كنثقبوا مزيان بالابره. الفران يكون بارد. كتكون درجه الحراره الا كان عندكم تاع الغاز درجه الحراره تكون ناقصه بزاف. والا كان عندكم الفران تاع الضوء على 150 درجه. ومره مره حلوا الفران باش يتنفس باش ما يطردق لكمش الفقاس ديالكم. انا واخا هكا طردق ليش واحد شويه من الجنب ولكن ما جاش معيق يعني ماشي داك الطردقه اللي كيجي في الوسط معروفه نتاع الفقاس كيجي في الوسط معيقه. وكنديرو في الفيلم اليمونتير ولا في سلوفان ونغطيه مزيان. كنخليه يعرق وكنخليه يبات ليله كامله. كما كتشوفوا البنات طردق لي غير واحد شويه من الجنب ولكن ما جاش معيق. هنايا بات ليله كامله في الميكا وغلفته مزيان.
وقطعته بهذا الكيتور البنات. الكيتور كيعاون مزيان، وحاولوا هذاك الكيتور شفتوا واحد الجنب ديالو من التحت، هذاك فاش كيتحد الكيتور ديالو ما خصكمش يقيسوه. انا كان كيقيس لي بعض المرات الفقاس وكان كيتهرس لي من الجنب بسبب هذاك الكيتور اللي بداك الحافه اللي كتكون في الجنب تاع الكيتور. وصافي كنبقى نقطع البنات، كيتقطع بسهوله يعني ما تفرتت لي ما والو. تفرتوا لي غير دوك الحبات اللي قصتهم بالكيتور كما قلت لكم. وهكا كيجي داير القرقاع باين، اللوز باين، تبارك الله. قولوا ما شاء الله. الى عجبكم الفيديو دابا 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 ابوني ولايكي وبارطاجيو. وصافي من بعد كنستفو في الصينيه، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت حتى كيحمار لي، وكنخرجو. ما خصوش يحمر بزاف باش يبقاو باينين هذاك القرقاع والاخر. وهاك الشكل ديالي كي كيجي. كنتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساونيش بدي لايك، ابوني والبارطاج. كانت معكم ايمان كاتو، كنقول لكم على بروشين فوا. بسلام عليكم.